لو سألتك دلوقتي تفتكر حاجة من التاريخ هتفتكر إيه؟ غالباً هتيجي في بالك معركة أو ملك أو إمبراطورية قامت وسقطت. بس في حاجة غريبة، كل اللي احنا عارفينه عن التاريخ تقريباً كله عن ناس قليلة جداً، ملوك، قادة، أباطرة. طب والباقي؟ والملايين اللي عاشوا وماتوا من غير ما حد يكتب عنهم؟ الناس اللي كانت بتصحى كل يوم تشتغل، تاكل، تحب وتنام، دول راحوا فين؟ الحقيقة إن التاريخ اللي إحنا بنقراه مش تاريخ البشر، ده تاريخ السلطة. تخيل معايا واحد عايش من 1000 سنة، راجل عادي في قرية صغيرة، مش ملك، مش قائد، مش حتى جندي. بيصحى مع الشمس، مش عشان عايز، عشان مفيش حاجة تانية. بيلبس نفس الهدوم اللي لبسها امبارح وأول امبارح، الهدوم الوحيدة اللي معاه. بيخرج يشتغل في الأرض من الفجر لحد ما الشمس تغرب. الشغل مش سهل، مش فيه راحة، جسمه بيوجعه طول الوقت، بس هو متعود. بياكل إيه؟ خبز لو فيه، لو المحصول كان كويس السنة دي. مفيش لحمة غير مرة أو مرتين في السنة، في الأعياد لو حصل. في الليل بيرجع البيت، بيت صغير من طين أو حجر، مظلم، بارد في الشتاء، حر في الصيف. مفيش كهرباء، مفيش مية جارية، مفيش أي حاجة إحنا معتبرينها من المسلمات دلوقتي. بينام بدري عشان بكرة نفس الحكاية، وبعد بكرة، وكل يوم طول حياته. ده مش يوم صعب، ده اليوم العادي. بس أصعب حاجة مش التعب، أصعب حاجة هي الخوف. إحنا دلوقتي لو حسينا بوجع في بطننا نروح للدكتور، ناخد دواء، نرتاح. هو لو حس بوجع ممكن يموت. مفيش دكتور، مفيش مستشفى، مفيش تحاليل ولا علاج، فيه بس دعاء وانتظار، ويا رب تعدي. ولو ما عدش خلاص. الموت كان قريب، مش حاجة بتحصل في آخر العمر بس، كان بيحصل للأطفال، للشباب، للستات وهم بيولدوا. كان عادي إن واحد يصحى الصبح يلاقي ابنه مات في الليل، عادي إن حد يمرض ويختفي في أيام. الموت ما كانش حاجة بعيدة، كان جنبهم طول الوقت. والخوف التاني الجوع، لو المحصول منجحش، لو الشتاء كان قاسي، لو الحرب عدت من عندهم، كانوا بيجوعوا بجد. مش جوع إننا مش لاقيين أكل لذيذ، جوع إن مفيش أي أكل خالص. وساعتها كانوا بياكلوا أي حاجة، لحاء الشجر، الحشايش، أي حاجة تملى بطنهم. وكتير ما كانوش بيعدوا الشتاء. بس رغم كل ده كانوا بيحبوا، أيوة بيحبوا زينا بالظبط. كان فيه راجل بيستنى مراته ترجع من عند الجيران عشان يحكي لها إيه اللي حصل في يومه. كان فيه أم بتسهر على بنتها المريضة وتدعي ربنا ياخدها هي مكانها. كان فيه أب بيشيل ابنه على كتفه ويفرح لما يضحك. كان فيه صداقات ونكت وحكايات بتتحكي على النار في الليل. كانوا بشر بمشاعر، بأحلام صغيرة، حلم إنهم يعيشوا يوم كمان، إن ولادهم يكبروا، إن الأكل يكفي السنة دي. أحلام بسيطة بس كانت صعبة، وكان فيه فقد كتير. كل واحد فيهم فقد حد أو أكتر من حد، أخ، أخت، طفل، صاحب. وما كانش فيه وقت للحزن الطويل، الحياة كانت بتكمل. كانوا بيدفنوا موتاهم ويرجعوا الشغل تاني يوم، مش عشان قلوبهم قاسية، عشان لو وقفوا هم كمان هيموتوا. طيب ليه إحنا مش عارفين عنهم أي حاجة؟ ليه كل اللي موجود في كتب التاريخ هو أسماء ملوك وحروب؟ الإجابة بسيطة، عشان اللي كان بيكتب التاريخ مش هم. كان اللي بيكتب هو الملك أو الكاهن أو اللي جنبه، اللي عنده سلطة وفلوس ووقت. الفلاح اللي قضى حياته في الغيط ما كانش بيعرف يقرأ أو يكتب أصلاً. الست اللي ربت 10 أطفال ودفنت نصهم ما كانش حد شايف إن قصتها تستاهل تتكتب. التاريخ دايماً بيتكتب من فوق، والناس اللي تحت بتتنسى، مش عشان حياتهم ما كانتش مهمة، عشان ما كانش فيه حد يحكيها. ودي مأساة، لأن اللي عاش فعلاً هو دول. الملك اللي احنا بنقرأ عنه عاش في قصر محاط بخدم بعيد عن الناس. بس الملايين اللي ما نعرفش أسمائهم دول اللي عاشوا الحياة الحقيقية، دول اللي شافوا الشمس كل يوم، حسوا بالتراب تحت إيديهم، شموا ريحة الأرض بعد المطر. دول اللي عرفوا معنى الجوع الحقيقي ومعنى الفرحة لما الأكل يكفي. دول اللي حبوا
وفقدوا وكملوا رغم كل حاجة. لو بصيت حواليك دلوقتي هتلاقي إن الحياة اتغيرت، فيه كهرباء، فيه نت، فيه علاج، فيه أمان أكتر. بس الإنسان ما اتغيرش قوي. لسه بنصحى، بنشتغل، بنخاف، بنحب، بنفقد. لسه عايزين نعيش يوم كمان، نشوف ولادنا يكبروا، نحس إننا عملنا حاجة تستاهل. ودي حاجة عجيبة، إن رغم كل المسافة اللي بيننا وبينهم إحنا لسه شبههم. الناس اللي عاشت من 1000 سنة لو قدرت تيجي دلوقتي وتتكلم معانا مش هنحتاج نترجم مشاعرها، هنفهمها، عشان المشاعر دي الحاجة الوحيدة اللي ما اتغيرتش. التاريخ نسيهم، بس هم لسه جوانا. في كل مرة بنخاف من حاجة مش عارفينها، في كل مرة بنفرح لما حد نحبه يضحك، في كل مرة بنكمل رغم إن الطريق صعب. هم مش اتنسوا، هم لسه موجودين في كل واحد فينا. السؤال بقى، بعد 1000 سنة كمان حد هيفتكرنا إحنا؟